السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة محمد كريم. في الساعات الأخيرة كان في ترند قالب السوشيال ميديا خاص بالفنان أحمد عبد العزيز. أحمد عبد العزيز للأسف الترند اللي هو طالع فيه ترند سلبي جدا. هو كان داخل أحد المهرجانات الفنية، ففي شاب واقف مبتسم له كده ومدله ايده على اساس ان هو يسلم عليه وياخد صورة معاه. انما احمد عبد العزيز بكل غطرسة وتعالي راح مود وشه الناحية التانية وتجاهل الشاب تماما. وبناء عليه لسوء حظه كان فيه ناس بتصور الكلام دوت، فطلع ترند وطلع ترند سلبي. احمد عبد العزيز كان ممكن يتدارك الموقف ويعدي الموضوع عادي ويسلم على الولد وياخد اللقطة وياخد صورة معاه وخلاص، كان الموضوع هينتهي لحد هنا وما كانش حد هيتكلم عليه او يطلع في الترند السلبي دوت. ولكن احمد عبد العزيز كان ليه سابقة قبل كده، كان مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان جاي على اساس ان هو يسلم عليه ورحب بيه وكده. ولكن احمد عبد العزيز عنف الولد اللي هو من ذوي الهمم وتركه ومشى. احمد عبد العزيز مش اول لقطة تحصل ان هو يتجاهل الناس فيها. وفي اعتقادي الشخصي مش عارف، هو حاجة من الاتنين: يا اما احمد عبد العزيز بيتعمد ان هو يعمل كده قدام الكاميرا عشان ياخد الترند ويبقى فيه كلام وجدل وقيل وقال عليه، لان هو برضو عايز ياكل عيش. فكان ليه فيديو هو قبل كده لما كانت الاضواء بعيدة عنه، كان طلع قاعد يعيط ويبكي ومش عارف ايه، وانا ملاقيش اكل، وانا مش عارف مش لاقي اصرف على بيتي، وبعت عفش بيتي واولادي عليا مصاريف وعليا التزامات و الى اخره. من بعد ما ابتدى ان هو يشتغل في بعض المسلسلات، ابتدى ان هو يطلع في ترندات كده غريبة الشكل، زي ترند الولد اللي هو ذوي الهمم دوت. فطلع الكلام في جدل حصل حواليه وقيل وقال. بعدها ابتدى ان هو يشتغل. فانا في اعتقادي الشخصي ممكن يكون هو واخد وسيلة الترند السلبي ان هو يبقى بيسلط الاضواء عليه وبيخلي الناس تركز شوية معاه. مش بعيد ممكن يكون اساسا الشاب اللي هو جاي يسلم عليه ده ممكن يكون متفق معاه، والله اعلى واعلم. انا بقول وجهات نظر، يعني بحلل الموقف. او ممكن يكون لان ليه في اللقطة دي تحديدا حد صورك؟ مش عارف. او الحاجة التانية او السبب التاني ان احمد عبد العزيز اصلا شخصيته كده، شخصيته تنكة، يعني بني ادم كده تنك. طبعه ان هو تنك وبيشوف نفسه على الناس والكلام دوت، يعني يكون طبعه كده، هو اخلاقه كده. فانا بحلل الموقف معاكم. ولكن في الاول وفي الاخر، سواء هو كان تنك وبيشوف نفسه على الناس ومتغطرس ومتكبر على الناس، فده طبعا شخصية مش كويسة. و... ولازم له وقفة مع نفسه، هو يقف مع نفسه ويحاول يصلح من نفسه. اما اذا كان متفق ان هو عشان يبقى فيه جدل وقيل وقال حواليه، وان هو يعني بمعنى ادق تفصيليا ان هو يبقى فيه واخد اللقطة او يبقى في الصورة عشان المخرجين دخل خلاص رمضان قرب، كل سنة وانتم طيبين، يبقى المخرجين يبصوله ويجيبوه في مسلسلات والكلام دوت، يبقى برضو ده اسلوب رخيص واسلوب مش حلو، او ترند رخيص وترند سلبي.
ويا ريت يعني ما يفكرش ان هو يعمل كده تاني. ده رأيي، وانتوا شوفوا ايه رأيكم وردوا عليا في الكومنتات. ما تنسوش تفعلوا تشتركوا في القناة وتدونا اللايك الفشيخ الصايع. اشوفكم دايما على خير وصحة وسلامة وستر. كل جديد ان شاء الله هتشوفوه هنا، مش في مكان تاني، في قناتكم قناة محمد كريم. السلام عليكم.